أوه. لا تقولي لي بأن المال لا يجلب السعادة. عدم وجود المال هو سبب كل ما نحن في صدده الآن. عن البعد البيولوجي أتحدث، وليس عن البعد الأنطولوجي أو الأبستمولوجي. نافذة مفتوحة تطل في بستان، لقاء حبيبين تحت قيمة تملأهما عشقا. عن ظلال الحب أتحدث، عن الحزن والبعد الثقافي، عن الأخلاق بمفهوم الجمال، عن وهم القفة وحقيقة التساخل وكسبة العود الأبدي. لا شيء يعود كما كان، والمجتمعات والجماعات أما أن تذهب للأفضل أو للأسوأ. ونحن أقوى مثل لما يسمى بالنكبة والتقاعس والفشل. كافكا ليس فيلسوفا كإسبينوزا، وأنا لست أديبا كدوستويفسكي، ولكنني أعاني من نفسي. ماذا يفعل جوزيف في بلدة الأميان هنا؟ وقولوا لتولستوي إن السلام لن ولم يأتي أبدا. قولوا لصمويل بيكيت ما زلنا في انتظار جودو إلى الآن. وقولوا لكامو لقد كنت محقا عن أبسية الحياة، فنحن ما زلنا نعيش داخل أبس هذه الدنيا. أما صاحب الخبز الحافي ما زلنا نسأل أين الخبز. قولوا له بأن 100 عام من الأزلة أصبحت 1000، وما زال الإنسان كما هو. من يذهب يذهب لنفسه، ومن يبقى يبقى لنفسه. أنا لنفسي وأنت لأمثالك، والدنيا واسعة. عندما ينهض الفيلسوف قولي وداعا لحبك اللئيم. تبا لك يا ميلينا، فإن كافكا كان أجمل مما تستحقين. سالومي سالومي سالومي، أي 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 أي. لقد قتلت العالم بقتلك لنيتشه. عن موت الفلسفة أتحدث، وليس عن موته هو. وسلاما لمن أبعد نفسه بنفسه. نحن اليقين المطلق وأنتم التسلسل. عن السببية أتحدث. سوف يأتي وقت تندمين فيه على بعدك عني، كما فعلنا منهن دونك أو قبلك، ولكن يكون الأوان قد فات. أنا لا أبكي على أحد، ولا أعاني من أجل أحد. أنا أعاني من نفسي فقط، بينما الجميع يبكي علي. قبل أن تحبيني حبي أخلي المجنون، فهو أنا بجنوني. سلاما لمن أبعد نفسه بنفسه.